مشترياتي الشتوي باسعار خيال. كنت محتاجه شويه لبس كده اكمل للاولاد شتوي، كملت بيهم باسعار انت اللي هتحكمي بنفسك من الفيديو. اسعار فعلا لا تصدق على فكره، لسه في اسعار رخيصه ولسه الدنيا زي الفل. بس فعلا اللي يدور فعلا هيلاقي. دوري كده واتعبي شويه هتلاقي محلات بتبيع فعلا اسعار بما يرضي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هوريكم كده شوية الحاجات الشتوي اللي انا جبتها من باب يمكن توفروا على نفسكم وتلاقوا اسعار حلوة. على فكرة الشتوي زاد فعلا والاسعار زادت قوي، بس في اماكن تقدري تجيبي منها اسعار حلوة جدا جدا جدا، يمكن زي اسعار زمان كمان. وانا اتفاجئت والله لما لقيت في محلات لسه هتبيع حاجات حلوة زي كده. هقول لكم الاماكن المختلفة اللي انا جبت منها وهوريكم الحاجات اللي انا جبتها وتشوفي ذوقي كده. يلا كده يا بنات، من فضلكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا مشاركه ليه واشتركي في القناه لو اول مره تشوفي قناه عيشي حياتك. اول حاجه النهارده معايا الجاكيت ده او السويت ده، جبته لعلياء وحلو قوي متبطن كمان. وبصوا عايزه اقول لكم الشياكه بقى لو شفتوا عليها في اللبس شيك جدا اهو. وطبعا عايزاكم بقى تدوا سعر كده قبل ما اقول لكم سعره بقى، كده تخيلوا كده هيكون سعره كام. برضو هوريكم دلوقتي لقطه كده، كنت في المحل كان في لونين، كان في اللي هو اللون الاخضر الملكي ده واللون ده، بس انا قلت هجيب ده بحيث ان هو هيكون ماشي مع كل اللبس بتاعها يعني. لكن انا بصراحه لو مثلا ده الجمانه او لسن صغير اكيد مش هجيب اللون الابيض يعني. بصوا حبايبي، ده من محل اسمه شعبان. طبعا المحل ده طبعا لما جيت هنا بحثت بقول طب انا هقول لكم ان هو ده في مدينه نصر، ولكن لقيت بقى وانا ببحث ان هو ليه فروع كتير يعني. فممكن تقدري تقريبا في اكتوبر وفي الهرم وفي فيصل، في مش عارفه كذا فرع يعني. فممكن لو انت قريبه في اي فرع منهم تجيبي منه. هو بيعمل عنده بواقي تصدير وعنده حاجات حلوه قوي قوي واسعارها جميله جدا. لما تدخلي محل تلاقي ستاند كامل مثلا، حاجات من دي استندات كامله، حاجات زي بعضها، اطمني ان اللبس ده فعلا لبس كويس جدا وكمان خاماته حلوه. وليه هنا كده جبتين بصراحه عجب عليها قوي واللبس وكمان في اللبس عليها شيك جدا. ده بقى يا بنات سعره بس هقول لكم عشان انتوا مش هتصدقوا سعره، انا هوريه لكم اهو 295 جنيه. ده ب 295. حلوه قوي صراحه وشيك جدا للسن ده. دي كده اول حاجه هوريها لكم. تعالوا بقى علشان نشوف البيجامه دي. بصوا التايجر الرصاصي ده مالي بقى كل المحلات. بصوا ما شاء الله، في منها بقى ميديم وفي منها سمول وكده. طبعا دي ميديم عشان دي بتاعت علياء. بصوا شيك جدا. ومن هنا كده الكم كده طويل بقى لغايه هنا، ببقى عارفين بقى اللي هو في الشتاء كده الكم بتاعها طويل. ومن هنا كده الشكل ده. طبعا فرو بقى بره وجوه اكيد يعني. طبعا اللي هو القطيفه، والقطيفه بتاعتها حلوه قوي اهي. دي يا بنات كنت جايباها ب 285. متهيألي في الوقت اللي احنا فيه ده تعتبر دي اسعار حلوه قوي قوي. في يعني اماكن حلوه قوي في مدينه نصر وفي القاهره بيبيعوا اسعار حلوه جدا بصراحه. انا هنا من الشرقيه ما عندناش الاسعار دي. لما تيجي بتشتري فعلا زي ما بيقولوا بالكوى والغلا يعني. وتلاقي القطعه غاليه جدا وحاجات بتبقى يعني بحس مش شيك زي كده او خامات، وبتبقى الاسعار بتاعتها غاليه. تعالوا بقى نشوف الجامب سوت بتاع عائشه ده. حلو خالص، هو اكيد مشهور ومعروف. وليه كده قطتين كده من ورا. طبعا ده السعر بتاعه هيصدمكم يعني، هتتصدموا زي ما انا اتصدمت من سعره. بصوا طبعا فرو بره وجوه اكيد يعني اهو. ومن هنا كده ليه جبتين. طبعا عائشه لبستها بس ما ينفعش اظهرها يعني، احط لكم مثلا الفيديو وهي لابساه. من هنا استك كده. وطبعا اللي هو البتاع كامل كده برضو فيه استك من تحت عند الرجلين. حلو جدا جدا. والشياكه بقى طبعا ده قطيفه برضو، شكله حلو قوي اهو يا بنات. ده كده شكله كامل اهو بطوله، شكله حلو قوي جدا يعني. الكم طبعا
ده حلو جدا. ده بقى سعره، طبعا انا قلت لكم ان انا كنت بجيب من جيب ملايات وكده من الوكاله، فلقيت معروضين كده، هي بيقول مصنع سوري اللي عاملهم، لقيتها ب 135 جنيه. عارفين انا قلت هجيبها لعائشه حتى تنام فيها كده تتدفى، عشان بتكشف نفسها بالليل يبقى كانها لابسه بطانيه وهي نايمه. عجبتني جدا. لقيت برضو لجمانه جبت لها واحده، بس دي حاجه تانية. بصوا دي كده بتاعت جمانه لونها ازرق، جبتها لها والله يا بنات، برضو قلت تنام فيها عشان برضو بتتكشف وهي نايمه كانها لابسه بطانيه يعني. برضو تخيلوا دي سعرها كام. شايفين يا بنات القطيفه بتاعتها عامله ازاي، ناعمه وجميله جدا جدا، مش عارفه ظاهره ولا ايه. شايفين القطيفه بتاعتها جميله قوي. دي يا بنات سعرها مستعدين، دي سعرها 120 جنيه. والله عارفين يعني حاجه تحفه. وطبعا ليها برضو الارنوب ده كده وشكله حلو قوي. بصوا بقى دي برضو جبتها لجمانه، لقيت بقى الوان كتير قوي منها، قلت اجيب لها غيار كده. طبعا جمانه جايبه لها في اخر الشتاء اللي فاتت على طول، يعني يا دوب لبست الحاجه كذا لابسه، بس لسه عندها حاجات جديده كتير قوي، يعني يعتبر كانها مش اتلبست من الشتاء اللي فاتت. جبت لها ده غيار كده، ده ميليتون، ومن جوه بصوا برضو يعني اللي هو الفايبر اللي بيدفي ده. تمام يا بنات اهو. دي والقلاب بتاع الاطفال ده، طبعا ده بيتباع لوحده. لقيت بقى بناطيل برضو بتتباع لوحدها، فروحت مطقمه لها عليه ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله، النوع حلو جدا. فلقيت ده كده ماشي مع دوت، هوريلكم دلوقتي وهي لابساه، هجيب لقطه وهي لابسه برضو من ورا فرو. ده يا بنات ب45. تمام يعني متخيلين السعر. وده ب75، يعني ده على بعضه طقم كانه ترنج كامل ب120 جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني المغزى من الفيديو اللي هيلف وهيتعب وهيلاقي اسعار حلوه، وهيعرف فعلا يلبس ولاده حاجات شيك وكويسه في الوقت اللي احنا فيه ده. وده شكل جمانه وهي لابساه. بصوا بقى دوت، كان في واحد كده قاعد في عباس العقاد. عارفين بقى في يا بنات في عباس العقاد استندات كده في الشوارع بيكون فيها حاجات حلوه وحاجات لقط فعلا. فلقيت ده بيتي ده 3 اكس لارج. هتستغربوا ليه جايبه عليه 3 اكس، عشان هي بتحب الحاجات تلبسها في البيت تبقى مرتاحه فيها، فجبت لها ده. شايفين الفرو بتاعه عامل ازاي، حلو قوي. وليه كمان اللي هو زنط كده، تحسوا بقى واللون بتاعه تحس جميل. وبحب قوي الالوان دي في الشتاء، يعني انا الشتاء دايما الوانها بتبقى مديه كده للغمقان شويه، لكن لما تلاقي في الشتاء الالوان دي بتبقى حلوه فعلا. وتخيلوا ده سعره كام، ده سعره 120 والله، مش عارفه جبته ب110 تقريبا اهو. شايفين حلو قوي. ده طبعا على بقى استرتشات حاجات بقى في البيت، هيبقى حلو جدا اهو. بصوا برده ده جاكيت كده من عند شعبان. بصي يا بنات قماشته، ومن ورا طبعا متبطن برضو نفس التبطينه اللي هي الفايبر دي. وليه حزام من هنا، مش عارفه هو بصوا علياء لبسته وعائشه لبسته، الاتنين حلوه عليهم جدا. والحزام من هنا كده وطويل زي نظام فيست، وبرضو ليه زنط كده من هنا اهو، ليه فرو، شكله شيك جدا. تخيلوا بقى الجاكيت ده او الفيست او زي ما يتسمى، وليه جبتين كده شكلهم حلو قوي. هما يعني مش جبتين حقيقيين، بس مدين شكل من هنا ومن هنا كده، تحط ايديكي دفه كده من هنا. برضو متبطن فرو من هنا فايبر اهو. اوبا البتاع وقعت، مش مشكله. بصوا طويل جدا. على العموم بقى يا بنات ده سعره كام؟ ده من عند شعبان برضو، والله يا بنات انا استغربت سعره. ده سعره 175 جنيه. والله تخيلوا سعره 105. ستاند كامل موجود الوانه بقى وبمقاساته، وفي منه بدل التايجر الرصاصي تايجر بني، يعني في منه كل الالوان. وسعره كانت هنا الورقه اللي العيال شالوها، لا موجوده اهي. كان سعره مكتوب هنا 175 يعني عامه ماشي. بصوا ده كده جبته لعبد الرحمن يلبسوا تحت الجواكت. عارفين بقى اللي هو الخريفي الوقت ده برضو لسه احنا البرد ما دخلش قوي، الجو عادي يعني. بصوا ده يا بنات سعره والله سعره انا مش مصدقاه بصراحه اهو.
وطويل كده، ومش عارفه اعرض لكم الحاجه كويس جدا، بس حاولوا كده تتخيلوها معايا. ده سعره 75 جنيه يا بنات، مكتوب مش عارفه على 24 بس مش عارفه 24 ايه يعني. هو ب 75. سعره حلوه مضلعه كده، ويمشي مع كل حاجه يلبسها مفتوحه، حاجه مفتوحه جينز او الجواكت والحاجات دي. شايفين ده بقى الحاجات بقى الشتوي الجميله دي. ده لقيناه بكذا سعر، ده في الوكاله ب70 جنيه ونفس النوع مستورد على فكره اهو، وتلاقيه في اماكن تانية ب120 150، كل واحد بيبيع بمزاجه يعني، ولكن هو نفس النوع ونفس الخامه ونفس التبطينه والفرو من بره وجوه. دي كده توبات، عارفين التوبات بقى اللي هي القطن دي، ده الواحد ب30 جنيه، قطن يعني، الواحد ب30 زي تحت البيجامات بقى والحاجات دي. تعالوا بقى اوريكم حاجه عبد الله. ودي بصوا، هو بيحب قوي سوبر مان وسبايدر مان والحاجات دي. ده طبعا اللي هو القطيفه، ترنج قطيفه على شكل عبد الرحمن. ده سوبر مان ولا سبايدر مان؟ سبايدر، سوبر ولا سبايدر مش عارفه، هو حرف الاس وخلاص. هو بيحب الحاجات دي يعني. هحاول اجيب لكم صوره هو لابسه برده دلوقتي. ده سعره 200 جنيه. جبت لعبد الله برده جنب صوت وكده، علشان انا بصراحه ولادي لما بيناموا بالليل بيتكشفوا، فلما يلبسوا حاجه زي كده ابقى مطمنه عليهم هم نايمين. ده برده مستورد وحاجه كويسه جدا اهو. ده يا بنات سعره 175 جنيه. طبعا انا عارفه والله، انا زيكم ما كنتش مصدقه الاسعار دي. شوفوا متبطن كده من جوه وكويس جدا. ده كده اهو تمام التمام. ده سعره 175 جنيه. في بقى حاجات تانية ليا بصراحه، جايبه حاجات برضو ليا بس ما ينفعش طبعا اظهرها، وحاجات لزوجي وكده، واسعار حلوه جدا جدا يعني. تعالوا بقى اوريكم المفروشات اللي انا جبتها. ما هي جايه لي هديه من ماما الصراحه. طبعا طالما انت رايحه تجهزي عروسه فبتلاقي بقى بيجي لك هدايا وكده، فهوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى دوت كده بشكير لعبد الله. ده فاكرين المحل امبارح الروتين اللي انا نزلته لكم او الفلوج من محل كشمير هوم يا بنات؟ عارفين كشمير هوم اللي هو بتاع مفروشات العرايس في الغوريه؟ ده كده لعبد الله، هديه لعبد الله تمام اهو. ده سعره 150 جنيه بس بشكير نظيف يعني. طبعا بيخرج بقى من الحمام، تبقى عايزه تلفيه في حاجه كده هيبقى حلو. وكمان دي فوط، بس فوط يعني اللي هي فرط. عارفين انتوا بقى الفوط اللي عندنا اللي هي بتبقى عليها زركشه؟ لا، دي فوط عمليه كده ونظيفه. ده الواحده ب 65. دي يعتبر اسعار جمله يا بنات، يعني الاسعار دي تعتبر اسعار جمله. دي كده فوطه، وده كمان لون جميله. عارفين الفوط اللي هي بتنشف كده، مش اللي هي منظر يعني، فوط تنشيف فعلا عمليه، وتعتبر كبيره مش صغيره. وده لون برده جديد كده وحلو. بصوا هوريكم حجمها اهو يا بنات، حجمها حلو يعني، تعتبر نقول عليها مثلا نص بشكير، او مش جايبه نص بشكير بس حلوه، حجمها حلو قوي. ودي الواحده ب 65. نيجي بقى على، فاكرين لما قلت لكم رحنا الوكاله وعملنا ملايات وكده؟ طبعا انت بتختاري لون وانت تطقمي عليه مثلا ساده زي كده اهو. ده الخداديات والكيس، ودي سعرها بالتفصيل بقى بعد كل متر ب40 فيها. خدت معايا 5 متر الخداديات بالسرير، لان انا السرير كبير عرضه 190 طول مترين، فانت بتختاري على حسب مقاس سريرك. ودي طلعت كلفت كده في الاخر 250. عاده هي هديه يعني طبعا من ماما وكده. شايفين يا بنات قماشه العمريه بقى القطن اللي هي بقى بتثبت معاكي على السراير، النظيفه اللي مش بتوبر. ودي ميزه التفصيل. طبعا لما تروحي تشتري حاجه زي كده ممكن تلاقيها فعلا ب 250 او 300 وشويه، ولكن مش المقاس يعني. ده تخيلي واخده معايا 5 متر، اللي بتشتريها جاهزه ممكن تبقى واخده معاكي 3 متر 3 ونص، فهتبقى كنز على السرير. لكن انت طالما مقاس سريرك محتاج حاجه كبيره تمسكه من كل الجوانب، يعني التفصيل بيكون افضل. وده طبعا قلت لكم من الوكاله. لقيت دولي كده عشان بقى عندي، انتوا عارفين المفرش بتاع الترابيزه في الصاله، وحاجه شكل بقى وكده نفس اللون ده، فجبت كده خداديتين احطهم بقى كده الفرو.
لا قول يا حبيبي. جيب الفوطة بتاعتنا. الفوطة ماشي حطها يا حبيبي، خد اتفضل. مرصوصة. ايوه مرصوصه. استنى عايزه تبقى مرصوصه. ايوه يلا يا سيدي، احنا عايزين نغسلها الاول. تمام، لازم نغسلها عشان هي كانت معروضه، لازم نغسلها الاول. بس خد يلا. بصوا يا بنات، ده الواحد ب50، بس الفرو اللي هو طبعا الفرو انواع يعني حلو. بصوا بقى تعمليها كده، بصوا جميله خالص، نفس لون المفرش اللي عندي، خداديات وكده. جبت 2، ده برضو من الغوريه. جبت بقى لأوضة البنات ملايات، المتر بتاعها دي متر بتاعها ب30. حسيت انها قطن قوي، ومش عارفه يعني صاحب المحل يقنعنا ان اللي ناشفه معاكي وانت بتشتريها بتبقى احسن من القطن اللي هي حاسه انها طريه. ولكن انا وحتى هي فعلا ارخص في السعر، يعني هي ب30. بصوا طريه كده وجميله. دي عملت منها 3 ملايات لغرفه البنات. بصوا يا بنات، طبعا انا عندي سرير في اوضه البنات واحد 100 و2 120. بصراحه عملت الثلاثه 120 عشان مش وقت الفرش اقعد اشوف الهن اللي 100 وكده، يعني عشان تنفع بعد كده لكل السرير ولاي حاجه. كان في دي رصاصي جراي في ابيض، ولكن انا عندي اصلا اوريدي الملايات اللي انتوا عارفينها اللي هي برده جراي في ابيض، فحبيت اغير فجبت الكشمير او الطوبي دوت. وهي ما فيهاش اي حاجه خالص غير انها ساده وفيها الرسومات دي. والمتر ب20 كلفني اللي هم ال3 ملايات دول مع بعض بالتفصيل حوالي 320 او 200 حاجه و70 يا بنات، والله مش عارفه. احسبوها بقى، المتر ب30، كل ملايه خدت مترين وربع تقريبا عشان الاكياس، والمتر ب30 وتفصيل كل واحده منهم ب20 التفصيل. طبعا بيديلك متكيسه كده، يعني عارفه العرايس بقى وكده لما ياخدوا الحاجه ياخدوها متكيسه. احنا جبنا طبعا عشان العروسه من هناك الملايات اللي هي المشجره دي، اللي هي الغير بتاعه السراير، والمفارش بقى العروسه والمفارش التاني الساده والحاجات دي كلها جبناها ايه من كشمير هوم في الغوريه. نيجي بقى على دي برضو هديه من ماما. بصوا يا بنات، دي كوفرتا حلوه قوي، فكرتني بالكوفرتا بتاعتي اللي هي الكوفرتا بتاعت الفرح بتاعتي اللي هي بتاعت زمان دي، اللي هي بتكون غيار كده. عجبني اللون ده، ما عنديش خالص يعني، انا كل المفروشات عندي ابيض جراي بامبهات فستقي، عارفه اللون ده ما عنديش خالص يعني، فحبيت اجيبه وشكلها حلو. بس انا مش عارفه فيها خداديات ولا لا. تعالوا نفتحها كده مع بعض نشوف فيها خداديات ولا لا. بصوا كده يا بنات، هنفتحها بقى مع بعض عشان فعلا عايزه اشوفها فيها. يا رب يبقى فيها خداديات، انا بحب افرش الطقم كده يكون كله كامل. بس تقريبا بسم الله. فيهاش فعلا، ما فيهاش. يلا بصوا، بس لونها حلو. ايه رايكم في لونها؟ جميل مع شكلها جميل قوي، لونها مختلف عن اي حاجه عندي. طبعا شايفين القماشه بتاعتها اهي، قماشه الكوفرتات بقى اللي انتوا عارفينها دي، بس حلوه يعني. تعالوا نطور كده، يمكن الراجل اصلا قال مفيش خداديات بس الصوره عليها خداديه، فانا مصره ان هي عليها ان هي فيها خداديه، بس ما فيهاش برضه، مش مشكله، ما علينا. انا عندي حاجات كتير زي كده، اللون ده هتمشي عليها تبقى زي الفل. بس يا بنات، هي دي كده مشتريات النهارده من اللبس الشتوي والمفروشات الشتوي. دلوقتي بقى هوريكم المكان اللي انا جبت منه يعني جوله سريعه كده في المحل اللي انا جبت منه اللبس الشتوي، عشان برضو تبقوا عارفين يمكن تشوفوا حاجه تانية يعني وكده. حبيت اعرفكم والله اماكن رخيصه. طبعا انتوا عارفين فيديوهاتي كلها ما بتندرجش اصلا تحت بند الاعلان خالص، دايما بتندرج تحت بند الافاده بس. يعني انت استفدتي من ايه؟ زي كشمير هوم ده بقول لك لو عايزه تجهزي منه عرايس حلو، المحل اماكن بتبيع لبس شتوي حلو، غيرات للاولاد. احنا طبعا يا بنات في البيت بالنسبه للاطفال محتاجين، ممكن الطفل يغير كل يوم مره او مرتين، من سن مثلا اقل من 6 سنين ممكن يغير مرتين في اليوم، فوق 6 سنين ممكن يغير مره كل يوم. فاحنا محتاجين غيارات شتوي، مش هروح اجيب ترنج، دي قناعتي الشخصيه، لحد في السن ده اللي هو اليومين دول اللي معدي ال 500 وال 600 وال 400 عشان يلبسوا ويغيروا اخر اليوم. لا، احنا بنجيب غيارات كده وفي نفس الوقت حلوه وبتدفي ومعقوله وشيك كمان، ده مبدئي دايما يعني. بس كده حبايبي، دلوقتي هنشوف كده الجوله السريعه وبس. خلاص، دمتم بخير حبيباتي، ما تنسيش اللايك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وهنا تعالوا بقى كده هنتفرج مع بعض على المكان اللي انا جبته منه، اللي انا بقول لكم هيبقى فيه ملابس التصدير. ما شاء الله يا بنات حاجاته حلوه قوي، والاسعار بصراحه يعني اسعار مغريه جدا. هتفرج معاكم يعني دلوقتي، نتفرج كده مع بعض واسيبكم كده تتفرجوا على الجوله كامله. بحبكم في الله حبيباتي ومحباتي. يا ريت تدعموا الفيديوهات بلايك عشان القناه محتاجاكم جدا الفتره دي، وانا بصراحه يعني صحتي مفستكه على الاخر زي ما انتم شايفين صوتي. بعتذر جدا جدا لو سمعتوا صوت بقى نهجان في المقطع، او الصوت كده لو مش مريح لودنكم شويه، معلش سامحوني غصب عني. ولازم انزل لكم طبعا بالمحتوى. طبعا ده الجواكت اللي انا جبت منه العلياء، في منه الوان كتيره وكده. الأطفال تحتها. هنا بقى قسم الاطفال بقى، حاجات جميله قوي زي ما شاء الله ما انتم شايفين كده. البيبيهات بقى، وبصوا اسعار حلوه قوي يا بنات والله. تلاقوا ترنج كده بتاع بيبيهات وقماشته جميله ب 125. بيجامات بناتي ب 200، ب 225، 250، 195. اسعار حلوه وغيرات جميله جدا جدا في البيت للبنوتات يعني. اتفضل. في بقى سايز بقى وحاجات بقى مقاسات كبيره ومقاسات بنوتات، كل المقاسات يعني. لو لفيتي زي ما انا بقولك هتلاقي اسعار حلوه قوي قوي تبسطك، ما تقعديش في البيت وتقولي ولاد عايزين ملابس وبقول الشتوي زاد وما زادش. انزلي ودوري هتلاقي اسعار حلوه قوي قوي. بكده انتهى الفيديو النهارده. دمتم في امان الله حبيباتي. بسلم عليكم كذا مره في الفيديو، نهايته كذا نهايه، بس لغايه هنا فعلا انتهى الفيديو. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.